وزوجات الشهداء التي تتعرض إلى التحرش في مؤسسات الدولة. لو كانت لديهم رغبة صادقة لتمرير قانون الحشد ولإنصاف عوائل الشهداء وزوجات الشهداء التي تتعرض إلى التحرش في مؤسسات الدولة وبناتهم وأبنائهم، بس هي مشكلة. شو نريد نقول؟ ما فهمت. يتعرضون للتحرش بمؤسسات ايش قد الحالات التحرش التي حصلت لزوجات الشهداء في مؤسسات الدولة، زوجات الشهداء شهداء الحشد، ايش قد مرفوعة قضايا موجودة. ليش ما انتفضتوا اليوم؟ تنتفضون لأن انتخابات على الأبواب. انتفضوا لبناتكم، لعرضكم، انتفضوا. قروا قانون. تقول امريكا ما تريد تقر قانون الحشد. كلامك وشي للسودان ويقول له رجع القانون. لا اسمحي لي سيدتي، رجع القانون. اسمحي لي سيدتي، اسمحي لي. لو أن الكتل السياسية تريد تمرير القانون، السوداني ما يقدر يسحب القانون إذا فعلا سحب القانون. بس اللي تاجر شلون؟ ما راح تنظر بمصالحه.